لو مهتم بالجديد والمفيد في عالم التطبيقات اشترك في قناتي وأنا هقولك وظيفة كل تطبيق مزايا وعيوب. طائرات مباشر تتبع الطائرات تطبيق محمله 5 مليون مستخدم. الطيارات زيها زي القطارات، ممكن قطر يتأخر، ممكن قطر يعمل ترانزيت، أو معلش عشان القطر عندنا مبيعملش ترانزيت بس الطيارة ممكن تعمل ترانزيت في مكان ما بسبب عطل ما بسبب سوء الأحوال الجوية. حاجات كتيرة ممكن تتغير وممكن تتعطل في مسارات الطائرات. كل ده وأكتر بتعرفه عن طريق التطبيق ده. التطبيق ده تقييماته ممتازة جدا بس للي هيشترك اشتراك مدفوع. طب اللي عايز اشتراك مجاني الخدمات اللي فيه محدودة وقليلة ومش كل الخطوط. طبعا انت حد عندك جاي من سفر، حد مسافر، عايز تعرف ميعاد رحلة معينة، عايز توصل في مكان ما في وقت ما، تقدر تشوف الطيارات ومواعيد الطيارات اللي هتطلع والشركات اللي بتطلع الطيارات. كل ده وأكتر على التطبيق ده. لو ما كنتش أعرف التطبيق قبل كده وأول مرة تعرف وظيفته من خلال قناتي، شير ولايك وسبسكرايب للقناة عشان أقولك وظيفة كل تطبيق في عالم التطبيقات. وأنت ليك الحق تحمل التطبيق، أو الميزة دي أو الخدمة دي لازماك أو مش لازماك.